السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعلى الأمة العربية بخير. النهاردة فيديو بسيط وسهل جدا، هنعمل ان شاء الله مع بعض الفتة المصرية بكل بساطة وبكل سهولة. يلا نقول مكوناتنا واول خطوات عندنا ايه. مكونات عندنا اللحمة، عندي 1.5 كيلو لحمة، عندي خضار اللحمة بصل فلفل طماطم جزر، وعندي بهارات اللحمة معلقة صغيرة فلفل اسمر، ورق غار، رشة جوز الطيب، وحبهان. اول خطوة من خطوات الفتة المصرية يا حبايبي وهي تسوية اللحمة. يلا نشوف مع بعض هنسوي اللحمة ازاي. اول خطوة يا حبايبي في تسوية اللحمة، انا عندي حلة على النار وفيها مية مغلية بالشكل ده. هنزل بقى باللحمة واحدة واحدة في الحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. اللهم صل وزد وبارك. عشان اسلق فيها اللحمة واسويها كويس. بعد ما نزلت باللحمة يا حبايبي بالشكل ده، هسيبها بقى تغلي، وبعد كده بعد ما تغلي غلوتين كده هحط لها بقى البهارات بتاعتنا والخضار. بعد ما اللحمه يا حبايبي بدات تغلي كده، هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عدا الملح يا حبايبي بحطه في اخر ربع ساعه خالص بعد ما اللحمه بتبدا تستوي، علشان لو حطيته دلوقتي بتاخر تسويه اللحمه. بحطه في اخر حاجه. هبشر رشه جوز الطيب، مش هكتر، حاجه بسيطه بس. بعد ما نزلت بالبهارات يا حبايبي هنزل بقى بالخضار بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. البصل والفلفل والطماطم والجزر بالشكل ده، واسيب بقى اللحمه بتاعتنا اغطي عليها واسيبها بقى تستوي مع نفسها. هدي عليها النار على نار هاديه واسيبها تستوي مع نفسها بقى. تاني خطوه معانا يا حبايبي، عندي حله هحط فيها شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اسيب الزيت يسخن عشان نعمل الصلصه بتاعه الفته. دلوقتي انا حاطه اللحمه على النار تستوي، هنعمل الخطوه التانية صلصه الفته. بعد ما الزيت سخن يا حبايبي هنزل بقى بمعلقه كبيره توم مفروم بالشكل ده، وهسيبه ياخد لون صفري بس. بعد ما الثوم يا حبايبي يصفر بالشكل ده، عندي بقى طماطم، كيلو طماطم فرمته وصفيته. هنزل بقى بالطماطم واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. هقلبها بقى واسيب الطماطم بتاعتنا تتسبك على نار هاديه برضو لحد لما اللحمه تستوي يا حبايبي والتسبيكه بتاعتنا تتسبك. عندنا كمان طبق اضافي جنب الفته، هنعمل بسله في الصلصه عشان في ناس ما بتحبش الفته، يبقى برضو عندنا بسله. يلا نشوف هنعمل الطبق بتاعنا ده ازاي ونشوف مكوناتنا. انا عندي بسله على جزر، عندي بصله صغيره متقطعه، وعندي صلصه طماطم ضربها في الخلاط ومصفياها. اول حاجه هنجيب حله فاضيه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنزل بالبصل. انا هعملها ني في ني، بيبقى طعمها جميل جدا وتحفه بجد يا بنات. جربوها هتعجبكم، بالذات اللي بيبقوا تعبانين ومش عايزين حاجه متسبكه. هنزل بالجزر والبسله بالشكل ده، وعليهم كمان الطماطم بتاعتنا المضروبه والمتصفيه كده، واقلبهم بالشكل ده، واضيف عليهم معلقه سكر، نص معلقه سكر كده كبيره، واقلبهم بالشكل ده. هولع بقى عليهم النار وهدي بالراحه. بعد ما نزلت بمعلقه السكر هنزل كمان يا حبايبي بالزيت بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين زيت كده، ونقلب
وهرفعها بقى على النار لحد ما تغلي، وبعد كده اهدي عليها النار عشان تستوي على نار هاديه. تالت خطوه معايا يا حبايبي، انا عندي رز مصري عادي، جبته وغسلته ونقعته نص ساعه، حطيت عليه ملح وهولع عليه بقى. رابع خطوه يا حبايبي، عندنا بقى عيش بلدي جبته وقطعته بالشكل ده مربعات صغيره، هنحطه بقى في الفرن ونفتح عليه الشوايه من فوق ومن تحت، وهنحط بقى معلقتين سمنه عليه بالشكل ده علشان يتحمر معانا، عشان نعمله بقى لاحلى فته مصريه في الدنيا. يلا يا حبايبي هندخله بقى، اقلبه وادخله الفرن عشان يتحمر. يا حبايبي بعد ما حمرته شايفين مقرمش ازاي، بسم الله ما شاء الله، قعدت اقلب فيه لحد ما اتحمص وطلعناه. ودي اللحمه يا حبايبي بعد ما شاء الله استوت، هحط لها بقى الملح بتاعها بالشكل ده واقلبه وغلوتين وهطفي عليها. بعد ما اللحمه بتاعتنا استوت يا بنات بالشكل ده شايفين، بسم الله ما شاء الله، هطلعها بقى عشان احمرها ونجهز طبق الفته بتاعنا الجميل. ودي البسله يا حبايبي شايفين، بسم الله ما شاء الله، استوت على نار هاديه، حطيت لها في اخر غلوتين ملح وفلفل اسمر، وشايفين بسم الله ما شاء الله، اكل كله صحي وبسيط جدا. وادي صلصه الفته يا حبايبي شايفين، حطيت لها برضو في اخر غلوتين ملح وفلفل اسمر وقلبتهم وخدت غلوتين وطفيت عليهم على طول. شايفين بسم الله ما شاء الله، راح تجنن. والرز كمان بتاعنا استوى، يلا عشان نغرف الفته بتاعتنا الجميله، وبنحمر كمان اللحمه. يلا بينا نيجي بقى نجهز الطبق الجميل بتاعنا. اول حاجه انا جبت الطبق حطيت فيه طبقه رز، بعد كده هحط فيه العيش بتاعنا الحلو ده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وزد وبارك. شايفين ما شاء الله على الريحه والطعم بالشكل ده. وهروح كمان احط طبقه رز كمان عليه. بعد ما حطيت كمان طبقه رز يا حبايبي، هروح كمان هحط شوربه على الرز وفي الطبق بتاعي. جيب الشوربه بتاعتنا وانزل يا حبايبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. حطيت كمان يا حبايبي طبقه عيش بالشكل ده، بعد ما سقيته شوربه هنزل كمان بكرنيب شوربه، هنزل كده اسقسق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده بالشكل ده كده. بعد ما حطينا طبقه الرز يا حبايبي، اخر حاجه بقى هنحطها الصلصه بتاعتنا بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللهم صل وزد وبارك، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله بالشكل ده. بعد كده بقى نحط اللحمه بتاعتنا بالشكل ده. وبكده بقى تكون الفته بتاعتنا خلصت وجاهزه للاكل. كل سنه وانتم طيبين. يلا نغرف مع بعض بقى طبق البسله بتاعنا كمان. وادي البسله يا حبايبي كمان، بسم الله ما شاء الله، ريحتها تجنن، والفته ريحتها تحفه جدا، حلو قوي. لو عجبتكم الطريقه يا حبايبي اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. كل سنه وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.